تبقى غاليه علينا. ويا رب كده كل واحد عند امه بجد ان هو يحافظ عليها. الام بركه كبيره قوي في البيت. صدقوني في ناس فقدت الام طبعا يعني، بس يعني الام غاليه، الام لازم كل واحد يحافظ عليها، تعمل اي حاجه عشان حياه امها يعني تبقى مستقره ونفسيتها حلوه. والامهات دول بركه عظيمه بجد والله ما يتعوضوش ابدا ابدا. وربنا يخليكم برضه لاولادكم. احنا يعني ايه الاجيال متواليه. ربنا يخليكم من غير الام حالنا يوم. الام دي بركه عظيمه. اي حد عنده ام واللي فقد امي يدعي لها هي في السماء ويقول لها كل سنه وانت طيبه في عيدك يا امي وانت في السماء. لان ربنا بجد فعلا عظيم قوي وحنين كرم الامهات. ودي حاجه عظيمه عندنا في مصر ان احنا احلى عيد. يعني كل الاديان جميله وكل الاديان السماويه جميله بس احلى عيد يعني بجد انا بحس ان هو عيد الام. قد ايه فيه المشاعر، قد فيه الاحساس الجمال. يعني كلنا بنبقى امهات برضه يعني اللي ما اتجوزتش بتتجوز وبتبقى في يوم من الايام ام. ودي رساله فاحنا لازم حقيقي والله نراعي الام. حتى لو الام يعني صعبه شويه نستحملها. حتى لو ام كبرت الواحد يا جماعه لما بيجي بيكبر بيبقى عامل زي الطفل، بيبقى محتاج الحنيه والحب والاحساس والمشاعر. صدقوني نعمه عظيمه الام في البيت. فعلا ربنا كرمنا في كل الاديان وربنا انا مش عايزاكم تعيطوا. احنا عايزين نفرح ونتبسط. ربنا يخليكم ولادكم وولادكم يا رب كده تكبروا وتفرحوا بيهم ويبقوا كده حاجه حلوه كده. وانتوا كمان امهات جميله كده وان شاء الله كده ربنا يكرمكم كده ويديكم الصحه ويحقق لكم اللي انتوا وصلواتكم بقى كده. يعني صلاه حلوه كده يعني نقول كده ايه يا رب ربنا يخلي كل ام ويخليكم لاولادكم وانتوا اكبر بركه واعظم نعمه في ربنا.